قاعده فيها تحت البطانيه وناسيه ان احنا عندنا تحدي النهارده، تحدي جامد جدا. النهارده خليكي تحوشي 1300 جنيه في 50 يوم من جنيه. معاكي جنيه؟ يلا نبدا التحدي بتاعنا. هاتي بس الجنيه كده وتعالي قومي من تحت اللحاف. عارفه ان انت سقعانه ومتكتك، بس عايزاكي كده تجيبي قلم ورقه معاكي. يا ترى التحدي بتاعك ايه النهارده يا ام محمد؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. وحشتوني جدا جدا يا بنات من اخر فيديو صورناه مع بعض. كل اللايكات وكل التحيات وكل الشكر لكم حبايبي، وحشتوني والله بجد بتوحشوني. بس بنات فين لايكاتكم؟ فين كومنتاتكم الحلوه؟ المشاهدات نازله على القناه واللايكات نازله، فين بقى مشاهداتكم ولايكات؟ شجعوني كده عشان نعمل ايه تحديات حلوه. انا جبت لكم بقى كل الاقلام اللي عندنا والكراريس عشان نبدا التحدي بتاعنا. فاكرين التحدي اللي انا كنت عاملاه لكم اللي هو تحدي ال 100 يوم، وقلت لكم ان احنا هنقدر نحوش 5050 جنيه في التحدي ده؟ اكيد انتوا فاكرين. هتجيبي كده البرطمان بتاعك اهو، برطمان فاضي خالص اهو، تمام. وهتبداي تحطي لي فيه حبيبه قلبي ايه، برطمان يا رب يكون واضح عندكم في التصوير اهو. هنحط لي فيه جنيه بس. بعد كده هتقوم حاطه 2 جنيه. اكبر مبلغ النهارده هتحطيه هم 50 جنيه. هتحطي 5 في 10 في 20 في 30. هتحوشون في قد ايه؟ هتحوشون في 50 يوم بس. إيه تعملي بيه ايه بقى؟ دي حاجه ترجع لك، بس ممكن ندي لبعض افكار كتير ممكن الناس تعمله وتبدا بيه مشروع. هتقولي لي مشروع يا محمد؟ هو في مشروع ب 1000 جنيه؟ ايوه في مشاريع ب 1000 جنيه، مش مشروع ب 1000 جنيه، مشاريع ب 1000 جنيه. انا اعرف ستات يا حبايب قلبي راحت وخدت كورس خياطه وتعلمت الخياطه، وبقت دلوقتي شهر واحد اللي اتعلمت فيه الخياطه، وبقت دلوقتي خياطه ايه ما شاء الله عليها. واللي بيجيب لها اي تصميم بتقدر تنفذه. فانت بايدك تعملي شغل من البيت وانت قاعده في البيت. تجيبي حاجه ماي واي، تجيبي حاجه لشركه موظفات وتبداي تبيعها وتسوقيها. كلنا طبعا معارفنا كتير وطول النهار ماسكين التليفونات، ما بنعملش حاجه بالتليفونات غير اننا بنقلب ونلف ومش عارفه ان التليفون اللي في ايدك ده ممكن كمان يدخلك فلوس لو قدرت ان انت تسوقي عليه كل منتجاتك وكل حاجاتك اللي انت ممكن تبيعيها. اي حاجه عندك بتبيعها، بتفهمي في السمنه في الزبده في الجبنه، بتفهمي اي مشروع انت عايزه تعمليه. بس ما تكسليش، اعتمد الطريقه اللي هقول لك عليها دي. كل تحويشاتك داخل عليكي مدارس، داخل عليكي عيد، داخل عليكي رمضان، داخل عليكي اي مناسبه، اعتمد الطريقه دي. الطريقه دي يا جماعه موجوده على الجروبات كتير من الواتس والفيس وكل حاجه. بس انا يعني بجدد في الفكره وبطور في الفكره وبحاول امشي على قد ظروف كل واحده فينا. كل واحده فينا مش معروف ظروفها عن التانية. في واحده بتحوش من اول 100 جنيه، واحده تقدر تشيل 200 جنيه، واحده تقدر تشيل 300 جنيه، واحده تقدر تشيل من اول جنيه. دي مش حاجه عيب، ده الحاجه الصح ان انت تعملها، ان انت تبداي تحوشي. ماشي، ان انت تبداي كده برطمان كده على في جنب كده وتبداي ان انت تحوشي فيه. حطيتي بقى اكبر مبلغ النهارده وقولي 50 جنيه. ليه؟ لان احنا التحدي بتاعنا هيمشي من اول الشهر، من اول يوم واحد في الشهر، يوم واحد في الشهر لحد 50 يوم. اعتبرها يا ستي ان هي جمعيه انت هتبداي فيها. الجمعيه دي هتبداي تعمليها مع نفسك، مع حد تاني، انت حره. يعني مثلا لقيتي ان مثلا جينا كده يوم مثلا اليوم ال30 ولقيتي ان ال30 جنيه كتير عليكي، ممكن تحطوهم انت واختك انت وقريبتك، وبعد كده تقسموا الفلوس زي ما انتوا عايزين. انتوا وصاحبتك تقسمي الفلوس على يومين، انتوا حره. بصي بقى التحدي عندنا اهو. فاكرين التحدي ده اهو اللي هو التحدي 5050 جنيه؟ فاكرينه؟ دي بقى اللي عايزه تعمل 5050 جنيه في 3 شهور، في 90 يوم، في 100 يوم. تمام. النهارده انا خليكي تحوشي بس لحد رقم 50 من اول واحد. بصي كده ركزي، من اول واحد لحد 50. اما احوش بقى يا محمد من اول واحد لحد 50 هحوش كام؟ هتحوشي 1275 جنيه. 1275 جنيه ممكن تحط عليهم 25 جنيه ويبقوا 1300. انت حره بقى، ممكن تعملي بيهم اي حاجه. ممكن مثلا انا ممكن احوشهم مثلا واجي على دخول اخر اول شهر مثلا. يعني ممكن احوش على 30 يوم هيبقى معايا مثلا 1000 جنيه. اقوم 1000 جنيه ده اقوم جايبه بيه اللحمه وكده بند اللحوم عدى. اجيب منه مثلا منظفات تقضيني مثلا 3 شهور. اجيب منه مثلا الرز، اجيب منه شكاره مكرونه، اجيب منه مثلا نفسك في بطانيه، نفسك في حافظه، نفسك تجددي في الملايات، نفسك تجددي في هدومك، نفسك تجددي في اي حاجه تجيبيها. اتبعي الطريقه دي. الطريقه ديت حلوه جدا جدا جدا. ممكن تكمليها ل 100 يوم، ممكن تعمليها ل6 شهور وتجمعي 10000 جنيه. دي حاجه ترجع لك كمان اهوت. انا كاتباها لكم اهو في الكشكول اهو بس عشان يبقى واضح عندكم اهو. بصوا اهو، من اول يوم واحد عملت لك ايه 5 عشرات.
دول 10 ايام، ودول 10 ايام، ودول 10 ايام لحد يوم 30 10 ايام، ولحد يوم 40 10 ايام، ولحد يوم 50 10 ايام. ماشي. طب انا عايزه كام؟ احوش لحد 20 يوم بس يا محمد، لحد رقم 20. ماشي براحتك. ممكن بقى تقسمي الخمسة، تحوشي لحد يوم 25، تقسمي 25 هنا و25 هنا. يبقى هو التحدي بتاعنا معانا النهارده بكام؟ هقول لك بقى في الاخر. انا لما جمعت دول كلهم حسبتهم كده، قعدت اجمع فيهم، طلع عندي 1275 جنيه دول لحد هنا. ماشي. 1275 جنيه. انا كملتهم لحد، لا خدت بقى يعني مثلا ممكن تاخدي رقم من الارقام دي كلها وتبداي ان انت تحوشيه كل يوم بالارقام اللي هي الرقم اللي هو مستطاعك ان انت تقدري تحوشيه. اي رقم بقى تقدري تحوشيه حوشيه. بس انا بجيب لك الافكار دي ليه؟ بجيب لك الافكار وبديكي كل يوم فكره ليه؟ عشان عايزاكي تبداي، عايزاكي تكتبي لي في الكومنتات يا محمد احنا حوشنا والتحدي ده نجح معانا، احنا جاهزين للتحويش، احنا هناخد الخطوه دي في حياتنا لانها خطوه كويسه جدا وهتنفعك ان شاء الله في المستقبل. من ناحيه هتامني نفسك بيها، ومن ناحيه تانية هتقدري تجيبي اللي انت عايزاه. يعني انا يا محمد ممكن اكمل لحد ال100 يوم ويبقى معايا 5050 جنيه. 5050 يوم و50 جنيه لو كملتي لحد ال100 يوم. وان شاء الله باذن الله في فيديو جديد نازل هقولك ازاي تقدري ان انت تحوشي اكتر من كده وفي وقت برضو اقل من كده. تمام. بس انا مثلا اخترت ان انا احوش ال30 جنيه دول لوحدهم كل يوم، احطهم كل يوم من مواصلاتي بقى، من شغلي، من مصروف بيتي، من حاجه انا بشتغل فيها، كروشيه، تروكو، اي حاجه انت بتقدري تعمليها اعمليها وابداي ان انت سوقيها. واوعي تبقي محبطه يعني انت بادئه في حاجه بادئه مثلا تتعلمي كروشيه، تتعلمي الخياطه، اوعي اما تبداي في حاجه تهبطي في النص وما تكمليش. لا كملي. اللي هم اتعلموا قبلك احبطوا برضو وحاولوا مره واثنين وثلاثه. المهم ان انت تكملي. كملي في اي حاجه انت بداتيها لحد ما توصلي لحلمك وتحققيه. بدات في التحدي بتاع ال50 يوم، كملي لحد ما ال50 يوم يخلصوا. بدات في التحدي بتاع ال100 يوم، ابداي حوشي المبلغ اللي انت محتاجاه. انا ما بشرطش عليكي، انا بديكي الفكره وانت طوري فيها، سواء انا حاسباها صح او حاسباها غلط، فانا بديكي بس الفكره وانت بقى ابداي طوري فيها وجددي فيها واخترعي فيها اكتر. انا عندي كتير افكار كتير على القناه، ممكن تختاري منها الفكره اللي تريحك. محوشالك 5000 و4000 و20000 و15000. اللي خدي لك لفه في القناه كوبايه شاي مع سمر. لو انت جديده في القناه ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ويا ريت يا جماعه نشوف حتى 3 دقايق من الفيديو. ربنا يجازيكم خير. الفكره بتاعتنا النهارده فكره عمليه وسهله هتقدري تستخدميها في كل حاجه، بس عايزه الصبر وكمان الاراده ان انت ما تمديش ايدك على الفلوس. كل ما تحوشي 20 30 جنيه تروحي تمدي ايدك على الفلوس. لا، لو انت بتمدي ايدك على الفلوس خلاص هاتلك حصاله من اللي هي الحصاله اللي هي بقفل زي ما انا قلت لك قبل كده في فيديوهات تانية، او يا ستي برطمان حصاله ما بتتفتحش وهتكسريها. اي حاجه تريحك هتحوشي فيها حوشي فيها. وحاولي يعني بصي، لو الجنيه فايض عليكي حطيه، مش فايض عليكي ما تحطوش، لانك لو انت مضطريه له هتروحي تاخديه وتصرفيه. تمام. فما تروحيش ان انت تمدي ايدك على حاجه انت خلاص بدأت فيها. ده حلم وهدف وخلي عندك يعني بصي اعمليه زي امتحان كده، انا عايزه انجح فيه وبإرادة ربنا ان شاء الله. وانوي النية لله ان انت تطلعي صدقه من المبلغ ده. الصدقه بتبارك لك في الفلوس، بتبارك لك في الصحه، ده غير بقى جزائها في الاخره. ماشي. بتبارك لك، بتبعد عنك الامراض، بتبعد عنك اي حاجه وحشه. ممكن تطلعي الصدقه على شكل اطعام، على اي حاجه، على شكل اي حاجه انت بتحبيها. تمام. يبقى انا اتكلمت مع اذكروا بقى صلوا على النبي في الكومنتات. عايزه لايكاتكم الحلوه، كومنتاتكم الجميله. يعني عايزه اوصل كده 10000 مشترك يا حبايب قلبي. عايزه قناتي تكبر بيكم. الحلم ان شاء الله مش هيبقى مستحيل باذن الله. قناتنا هتوصل 100000 وهتوصل 300000 وهتوصل مليون ان شاء الله بدعمكم ليا وبسنادكم ليا بعد فضل ربنا ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.